يا هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، واليوم راح نحضر القوزي العراقي باللحم المشوي، واتمنى ينال اعجابكم. راح استعمل بهاي الوصفة لحم الكتف. بالاول اتبله، وبعدها نبدأ بالخطوات. البهارات عندنا بابريكا، فلفل اسود، روزماري، بهارات اللحم، وحضيف عليها ملعقتين من زيت الزيتون. وما راح اضيف ملح بهاي الخطوة، بعدين ثاني يوم يلا اضيف ملح قبل لا اشويها. وهسه راح اسوي الثقوب بالسكينة على مود ادخل الثوم والقرنفل. وبعدها أغلفه وأدخله الثلاجة أتركه ليلة كاملة. وهاي بعد يوم كامل هاي اللحم امتص التتبيلة كلها. راح أحضر السليفون أنا أدخله للفرن، طبقة من السليفون وطبقتين من ورق الزبدة، وحدة عكس اللخ، على مود يغلف كل زين، وما الصلصة مالته ما توقع خارج السليفون. وبعدها راح أرش له بالملح وزيت الزيتون، وأمزحه كل زين على الوجهين. وهسه راح أغلفه كل ورقة عكس الثانية، تصير بهاي الشكل على مود البخار ينحصر داخلها. وبعدها أجيب ورق سيليفون وأخليه على الوجه الثاني بهذا الشكل. وبهاي طريقة التغليف راح نضمن إنه لا الصوص يطلع من عنده ولا البخار، وراح تصير أسرع بالاستواء. وهسه حدخله للفرن على مدة 3 ساعات على درجة حرارة 150، وأنا الفرن حاميته مسبقا وعالقته فوق وتحت. وهسه راح أحمس الشعرية. أنا ضفت مكعب من الزبدة، انتظر يذوب، بعدها أخلي الشعرية. وأبقى أقلب بيه إلى أن يتغير لونها. هسه بدأ يتغير لونها، أبقى أقلب بيها لأن تنترك تحترق. وأستمر إلى أن أوصل للون المطلوب. هاي وصلت هسه للون، أضيف عليه المي، وبعدها أتركها إلى أن يمتص المي كله. وصارت بهذا الشكل. أبقى شوية أحمسها، وبعدها أخلي عليها البهارات. هنا أنا ضفت قرفة وبصرة وهيل مطحون، وأرش عليها ملعقة من السكر، وأضيف لها مكعب أيضا من الزبدة على مود تنحمس زين. وبعدين بالأخير أرش لها رشة ملح. وانتهت. هنا اللحم طلعته وصفيته من المي، هنا كان بيه مي أنا صفيته مسبقا،
لأن راح استعمله بطبخ التمن، وينطي للتمن نكهة كلش طيبة. اللحم جدا مستوي بحيث العظم رأسا النزاع من عنده، وراح أرجعه أدهنه بزبدة وأرجعه بالفرن. أرجعه للفرن أعلق بس الفوق وأخليه يتحمر الوجه فقط مدة 10 دقايق تقريبا. أنا عين جدا ناصية. هنا عندي الكشمش واللوز، راح أنقع اللوز والكشمش بالمي الحار. على مود اللوز أقشره والكشمش شوية ينتفخ عندي بالمي الحار، وأتركهن إلى أن أشوف القشر مال اللوز بدأ يتقشر. وهسه ضفت مكعب من الزبدة على مود أحمس بيه اللوز أنا سبق وقشرته وشرحته من النص، يعني صار اللوزة واحدة نصفين بهذا الشكل. وراح أبقى أقلب بيها، وأبد لا تتركون اللوز لأن بسرعة يحترق. ومن يوصل لهذا اللون بسرعة أشيله. وبعدها أضيف بنفس الجنوية أضيف الكشمش أيضا حمسة خفيفة وأشيله، لأن الكشمش ما يحتاج له هواي حمس. وراح أضيف مكعب زبدة، وهسه أطبخ بيه التمن. التمن أنا غاسلته ونقعته مسبقا تقريبا مدة ساعة، وأقلبه شوية، وبعدها أضيف عليه مي اللحم اللي أنا سبق وعزلته من الصينية. وهسه راح أضيفه، راح ينطي نكهة كلش طيبة للتمن. وبعدها أضيف عليه مي حار وأخليه يغطي التمن تقريبا أقل من إصبع، لأن أني سبق ومنقعته هواية فبسرعة يستوي. وهسه بعد ما صفى الماء منه وصار بهذا الشكل ثقوب على نص النار، خلصت عندنا الوصفة. وهسه أبدأ أقدمها. وراح أصب طبقة من التمن، وبعدها أضيف عليه طبقة من الشعرية، وأضيف عليه الكشمش واللوز اللي سويناه. وبعدها أضيف عليه اللحم. هاي اللحم بعد ما شويت الوجه الفوقاني صار بهذا الشكل. طبعا طعمه كلش طيب صار. أتمنى تجربون هاي الطريقة وتشاركونا برأيكم. وأكيد ما يحلى الأكل مع اللبن بالنعناع. ولهنا خلص فيديونا اليوم، أتمنى استمتعتوا بمشاهدته، ولا تنسونا باللايك والاشتراك مع تفعيل جرس الإشعار. مع السلامة.